ترى أهل المدينة شيء وسكان المدينة شيء. ترى المدينة سكنها اليهود وسكنها المنافقون، ليسوا أهل المدينة. أهل المدينة شيء وسكان المدينة شيء. ليس كل من سكن المدينة من أهل المدينة. سكان المدينة كل من سكنها واستوطنها وذهب فيها وأتى وأقام. أما أهل المدينة فهم الذين وصفهم الله بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني ما يعرفون الشعوبي والمتعصب والقبلي، هذا فيه نظر. اللي ما يحب إلا أسرته وجماعته وقبيلته بالمدينة وما يبغى الآخرين ويسبهم وينتقدهم ويبغضهم ويعاديهم، هذا ليس من أهل المدينة الذين وصفهم الله بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذه أكبر علامة على أهل المدينة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشعوبي المتعصب فيه علامة استفهام كبيرة حوله. كلنا في هذا البلد إخوة، ولذلك لا يعرف التاريخ بلدا تجمعت فيه الأعراق والأجناس واللغات في حب وتواؤم مثل المدينة. كان فيها بلال من الحبشة، وصهيب من الروم، وسلمان من فارس، وعطية القرظي من يهود، وعبد الله بن سلام من بني إسرائيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم من قريش، وأبو بكر من تيم، وأبو ذر من غفار. وكانوا كما وصفهم الله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا تقل أنا من كذا وهذا من كذا، أنا من شيء وهو من شيء، لا، هذا التقسيم غير موجود عندنا في المدينة. هنا نحن أسرة واحدة أكرمنا الله بجوار خير الأنبياء والمرسلين. نحب كل من مشى على سنته واهتدى بهديه كائنا من كان، ونبغض كل من خالف سنته وترك هديه كائنا من كان.